بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا بلال أحمد، والنهاردة هشرح قاعدة مهمة جدا من مستوى الأدفاي المحاضرة رقم 3. تمام كده. والمحاضرة دي بتتكلم على قاعدة مهمة جدا اللي هي الكومباراتيف اوند الزوبالاتيف. طب باختصار شديد كده القاعدة دي اللي هي المقارنة والتفضيل، اللي هو ازاي ان انا اقارن حاجتين ببعض. ازاي ان انا اقارن حاجتين ببعض؟ طيب عشان نفهم بس الموضوع اكتر فلازم اكون عارف اصلا ان الصفة عندنا في الالماني ليها 3 اشكال. خلاص كده الصفة في الالماني ليها 3 اشكال. خلاص كده. الصيغه العاديه اللي هي البوزيتيف، اللي هو الصيغه العاديه خالص، اللي هو ان انا اقول لك مثلا das Auto ist schnell. das Auto ist schnell. خلاص كده السياره سريعه. خلاص كده. فدي الصيغه العاديه اللي هي الجمله الاسميه العاديه اللي احنا خدناها قبل كده. وفي عندي صيغه الكومبراتيف. خلاص. والصفه دي انا بستخدمها امتى؟ بستخدمها في المقارنه. يعني بستخدمها في المقارنه. انا دلوقتي عايز اقول لك والله السياره اسرع من الدراجه. السياره اسرع من الدراجه. فقال لك بص، انت هنا بتيجي تعمل ايه؟ مين اللي اسرع من مين؟ مين اللي في الاول عندك؟ الداس اوتو. خلاص كده. تمام. بعد كده انت طبعا هنا بتحط ايست على اساس ان دي حاجه مفرد، فداس اوتو لو جينا صرفناها بناخد ايه؟ بنحط معاها فعل مساعد اللي هو ايست. خلاص كده. بعد كده قال لك بتحط الصفه، وبتحط اخر الصفه اي ار. اخر الصفه اي ار. يبقى هنا هتبقى داس اوتو استشنلها. وبعد كده ألس معناها ايه؟ من. يعني كده السيارة أسرع من. خلاص كده. فاي ار والس معناها من. وبعد كده تحط الحاجة التانية اللي احنا بنقارن بيها. فكده انت عايز تقول السيارة أسرع من الدراجة، فهتقول das Auto ist schneller als das Fahrrad. يبقى لما نيجي نقارن حاجتين ببعض، كل اللي انت بتعمله بتجيب الحاجة الأولانية، بعد كده بتحط معاها الفعل المساعد، وبعد كده بتحط الصفة آخرها اي ار، ونحط كلمة else، وبعد كده بنحط الحاجة التانية اللي هي الجزء التاني من المقارنة. طيب تمام. نيجي بعد كده في عندي حاجة تالتة برضو في تصريف الصفات اللي هي مين؟ الزوبة لطيف. خلاص كده. طيب هنا أنا عايز أقول مثلا السيارة هي الأسرع. السيارة هي الأسرع. بلال هو الأكبر. أحمد هو الأقوى. خلاص كده. فدي صيغة اسمها صيغة التفضيل. صيغة التفضيل. خلاص كده. فهو قال لك هنا نعمل ايه؟ قال لك بص، انت بتجيب الحاجة اللي انت عايز تتكلم عليها، الداس اوتو مثلا. خلاص كده. وبعد كده هنا نحط فعل مساعد، وبعد كده نحط خلاص. ام. وبعد كده بنجيب الصفة بتاعتنا نحط اخرها اس تي اي ان. خلاص كده. يبقى بنجيب الحاجة اللي انا اصلا بتكلم عليها اللي هي الداس اوتو، بعد كده بحط الفعل المساعد، بعد كده قال لك بنحط بعد كده هنحط من الصفه، واخر الصفه بنحط اس تي اي ان. والحاله دي هي يعني قاعده او صيغه اسمها صيغه التفضيل. يعني انا بقول لك السياره دي هي اسرع حاجه، بلال هو اطول واحد. خلاص كده. هنا بنضيف وبنحط للصفه مين؟ ونحط للصفه اس تي اي ان. طيب انا مثلا عندي يعني صيغه، يعني كلمه او صفه زي مين؟ زي قوس. يعني تعال ناخد مثال تاني. انا بقول لك الصيغه الاصليه بتاعتنا اللي هي الصيغه العاديه اللي احنا خدناها قبل كده في الا اينس، اللي هي علي استقراص، علي كبير. خلاص. طيب انا دلوقتي عايز اقارن حاجتين ببعض. عايز اقارن علي باحمد. انا عايز اقول لك والله علي ده اكبر من احمد. فقال لك نعمل ايه؟ قال لك بتجيب علي وبتحط ايست، وبعد كده تحط الصفه وتحط اخرها اي ار، يبقى قوسه. وبعد كده نحط كلمه او اللي هو الس، وبعد كده بنحط احمد، يبقى علي ايست قوسه الس احمد. طيب قال لك بقى اخر حاجه اللي هو التفضيل. انا عايز اقول لك والله علي ده هو اكبر واحد هنا. خلاص. فبقول علي است ام größten. خلاص. طيب هي في حاجات في يعني اي قاعده ليها شواذ زي ما احنا عارفين. اي قاعده ليها شواذ. اي قاعده ليها شواذ. فانا بقول لك هنا يعني اي صفه بيكون فيها مقطع واحد. لو انت قابلت حرف او خلاص، لما بنيجي نعمل حاله مقارنه او تفضيل، فالثلاث حروف دول بيتحولوا لمين؟ بيتحولوا للاملاوت اللي هي اي او. والصفات طبعا اللي هي بتنتهي بحرف الدي تي اس ست، بنضيف لها، بنحط قبل الاس تي اي ان بنحط حرف الاي كتسهيلا للنطق. طبعا انا هنا حاطط لكم امثله كتير جدا 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 في الماتيريال.
ممكن إن أنت تطّلعوا عليها. أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو الصغير ده، شكرًا ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.